انتوا عارفين في اخر 3 شهور الذهب زاد قد ايه؟ تقريبا كده ان هو زاد حوالي 83%. يعني لو انت من 3 شهور كنت مشتري الجرام على 2100 جنيه، النهارده الجرام بتاعك يسوى 3850 جنيه. وطبعا كلامنا ده على عيار 21، ما بالك بقى بالاعلى من كده. بس طبعا هي في معلومه دايمه وهفضل اقولها على طول، ان الذهب هو حفظ قيمه الفلوس وليس استثمار، لان الذهب يعتبر من الاوجه اللي نقدر ان احنا نحافظ فيها على قيمة الفلوس بتاعتنا. يعني في اخر 3 شهور لو انت ما كنتش اشتريت ذهب والفلوس اللي معاك سايبها لسه في الدرج، فالفلوس دي قيمتها لو دخلت بيها تشتري ذهب فهي قلت تقريبا كده 85%. اول نقطة هتكلم النهاردة فيها وهي هعرفك سعر الذهب كام عالميا وفي مصر وقت تصوير الحلقة. تاني حاجة بعد البحث والدراسة هعرفك ايه التوقعات لعام 2024. تالت نقطة هكلمك فيها النهاردة ان انا جايب لك تطبيقين 2 من خلالهم هتعرف جميع الاسعار، اسعار السوق السوداء كلها واسعار البنوك. يعني هتعرف سعر الذهب عندك هنا في مصر كام، وهتعرف اسعار العملات الاجنبية، دولار، يورو، جنيه استرليني، ايا كان العملة اللي انت عايز تعرفها هتعرف النهاردة هي بكام في مصر في البنك عموما وبكام في السوق السوداء. فلو لسه ما تعرفنيش لحد دلوقتي، انا وجدي داوود ودي قناتي زيتونة التأمين. ما تنساش ان انت تشترك فيها علشان احنا بنقدم لك معلومات كويسة قوي، وفي الفترة الجاية ان شاء الله هنقدر ان احنا نستمر بنشر الموضوعات حوالين الذهب وحوالين الدولار. استنوني بعد الفاصل. اهلا وسهلا بكم مره ثانيه، انا وجدي داوود ودي قناه زيتونه التامين. خلونا ندخل في الموضوع على طول. هعرفك دلوقتي وقت تصوير الحلقه النهارده الجمعه 26/1/2024، والساعه دلوقتي بالتحديد الساعه 8:10 مساء، وسعر الجنيه الذهب دلوقتي وهو 30800 جنيه، بينما ان عيار 24 في الوقت ده دلوقتي 4400 جنيه، عيار 14 2566 جنيه، سعر عيار الذهب 21 3800 جنيه، وبالمرة كمان في عيار 18 3300 جنيه. طبعا كلنا عارفين ان علاقة الذهب بالدولار يعني علاقة وطيدة جدا، لدرجة ان ما احناش عارفين في الايام المقبلة دي هل الذهب هيرتفع اكتر ولا هينزل، لان من الطبيعي ان كان بيكون في مرحلة تصحيح كده كان الذهب بينزل فيها، بيبدأ في الانخفاض، ودي المرحلة اللي بيكون فيها عايز يطلع لمنطقة أعلى. فطبعا بقالنا فترة مش بنشوف هو على طول في طلوع في طلوع في طلوع. كذلك برضو الدولار مش بيثبت ولا بيقل، الدولار كمان فيه صعود تام. فتوقعاتنا في 2024 ان الذهب ممكن يوصل ل 5000 جنيه وممكن يوصل لأكتر من كده كمان. طبعا قلنا قبل كده في حلقة قديمة ان الذهب هو اللي سوقه جاي. يعني ايه؟ يعني الذهب دلوقتي طبعا في مرحلة صعود دائم. يعني في 2023 كان طبعا هو عام الذهب، وبرضه كذلك نقدر نقول عليه في 2024 برضه هيكون عام الذهب. يعني الذهب دلوقتي نقدر نقول ان هو مكمل معانا. طبعا مكمل لحد فين دي احنا ما نعرفش خالص، وده لان التوقعات بتقول ان في النص الثاني من 2024 التوقعات كلها رايحة ناحية الفيدرالي الامريكي بالانخفاض. طب في حد دلوقتي هيقول لي ايه افضل وقت اشتري فيه الذهب؟ طبعا لو بندور على افضل وقت فافضل وقت هو من 3 شهور فاتم، لما اتكلمنا قبل كده برضو وقلنا ان الذهب يا جماعة في مرحلة صعود. وطبعا الناس كلها خافت لما انضربت كلها في مقتل، لما راحوا اشتروا الذهب على 2800 جنيه وبعد كده نزل ل 2100 جنيه. فطبعا ناس كتير تراجعت عن القرار، ما كانوش يعرفوا ان طبعا دي مرحلة تصحيح للسعر وبعد كده طبعا هيبقى في صعود بعد كده. طب هل في فرصة بقى ان احنا نشتري في الوقت ده؟ طبعا كلنا بنقول لسه من شوية ان سنة 2024 كلها هي وقت شراء، ده لان الفيدرالي الامريكي هينخفض بسعر الفايدة، وده طبعا هيزود فرصة ان الدولار يرتفع في النص الاول من 2024 وهيفضل في الارتفاع، وكمان الذهب هيرتفع اكتر كمان في خلال العام 2024. طبعا كل دي اخبار احنا مش بننقلها طبعا واحنا فرحانين، طبعا كلها اخبار مؤسفة ومحزنة للغاية، لان طبعا الكلام ده على الناس اللي معاها فلوس. طب الناس اللي مش معاها، وطبعا في ارتفاع دائم في الاسعار، كل ما الدولار يعلى كل ما السوق السوداء سعرها يعلى كمان، فطبعا ده بيعلي سعر الاسعار كلها، سعر
المنتجات الغذائيه والاجهزه، فطبعا ده بيزود على الطبقات اللي مش هتقدر ان هي تقاوم اصلا في الغلاء ده. ربنا يكون في عون الناس كلها. فكلامنا للناس اللي معاها فلوس ان هي تستثمر في الذهب حاليا، لان العام ده يعتبر عام الذهب. لكن للناس اللي موجود معاها فلوس يفضل ان هي ما تركنهاش، على الاقل ان هي تحافظ على قيمة الفلوس بتاعتها. فاحنا في الوقت ده مش بنقول لك ان انت استثمر الفلوس بتاعتك، على الاقل احفظ قيمة فلوسك، لان في فرق كبير جدا ما بين ان انت تستثمرها في الذهب وان انت تحافظ على قيمة الفلوس بتاعتك. اقل مثال ان لو معاك مليون جنيه من 3 سنين فاتوا كنت تقدر تشتري بيهم 3 عربيات تويوتا كرولا. النهارده ما يقدروش يجيبوا لك عربيه واحده مستعمله. وطبعا يفضل كمان ان انت ما تستثمرش في الذهب بس، حاول ان انت لا تضع البيض كله في سله واحده، نوع استثماراتك. يعني لو تقدر ان انت تشتري عقار، لو تقدر ان انت تشتري عمله، يعني لو معاك تقدر مقدره ان انت تشتري دولار وتركنه، لو عايز تشتري عقار. وده يفضل لان ده الاستثمار بالفعل، مش الاستثمار في الذهب. الاستثمار الحقيقي كله في العقار وليس في الذهب. وهنتكلم ان شاء الله في حلقة مفصلة عن الاستثمار في العقار. فهو ده يعتبر الملاذ الآمن الوحيد، وده الاتجاه اللي المفروض كلنا نتجه له في 2024 وفي 2025 و2040 كمان. لان قياسا على كده لو الذهب زاد على الاقل خالص ضعفين 2 مثلا في اخر 3 سنين، فالعقار زاد حوالي 5 أضعاف في آخر 3 سنين. خلونا بقى ننتقل على النقطة الثالثة من حلقة النهاردة. قدمنا كده النصايح عشان تقدر ان انت تشوف نفسك من دلوقتي تعمل ايه بالفلوس اللي معاك. بلاش ان انت تخسر فيها اكتر من كده، حاول تشتغل على طول، ما تستناش. طيب لو انت عايز تعرف اسعار العملة النهاردة، لو انت بقى عايز تتحرك، لو انت عايز تعرف اسعار الذهب النهاردة وعايز تتحرك وتاخد خطوة بالفعل وما ينفعش تصبر اكتر من كده، فانا جايب لك تطبيقين 2 من خلالهم هتقدر تعرف اسعار السوق السوداء في كل العملات، كل العملات الاجنبيه بتاعتك النهارده هوريها لك. وهتقدر ان انت من خلال التطبيقين دول اقرب تطبيقين للاسعار النسبيه فعلا واللي انت تاخد بيها وتقدر ان انت تطلع وتتعامل بيها على طول. وكمان التطبيقين بيكون فيهم اسعار البنك واسعار السوق السوداء. وبكده تكون انتهت حلقه النهارده. اشوفكم في حلقه جديده ان شاء الله، وهنستمر على طول بنشر الحلقات. اشوفكم في حلقه جديده. لو انت لسه ما اشتركتش في القناه اشترك في القناه وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد مننا. مع الف سلامه.